السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل كيك ماربل، انما ايه، طعم طعامة وطري طراوة، هيعجبك جدا. ده علشان خاطر بس في بنوتة كلمتني وقالت لي عايزة تعرف الماربل كيك بتتعمل ازاي، فده لأجل عيونها. اسمها ام فريدة. طبعا شكرا جدا على ثقتك فيا. فتابعي الفيديو وان شاء الله تعمليها وتقولي رأيك. هنجيب بولة نحط فيها اتنين كوب ونص دقيق، وكيس كيك شيف، وذرة ملح. تمام، هنقلبهم. حطينا كمان معلقة نشا كبيرة اهي، هنحطها مع بعض. بس كده نقلبهم تقليبة، ونركن بقى البولة دي على جنب لحد ما نعمل المكونات السائلة كلها في الخلاط مع بعض. هنجيب الخلاط، هننزل فيه بثلاث بيضات بدرجة حرارة المطبخ. تمام، هننزل عليهم بتلاتة فانيليا، لو عندك اللي هي البودر، لو عندك السائلة نقطتين تلاتة كده. وكمان معانا كوباية كبيرة سكر. نضربهم كويس جدا لحد ما السكر يدوب. تمام، ومعانا كوباية لبن اللي هو حليب، وهنروبه اللي هو هنحط معلقة كبيرة خل. اللبن يكون دافئ وهنحط معلقة كبيرة خل، ونقلبه تقليبة كده هتلاقيه راب معاكي. ده بيدي برضو او بيساعد على طراوة الكيك جدا 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 مع معلقة النشا. تمام، حطينا معلقة الخل ودوبناها في اللبن الدافي. هننزل بقى في الخلاط عليه باللبن ده يعني. انا هنا بوريكم ان هو عمل كتل كده صغيرة على طول. يلا على الخلاط. ومعانا برضو كوباية الا ربع زيت، بس انا هنا ضفت كمان معاه مكعب زبدة كده صغير، برضو يعني بيحلل الكيكة وبيديها دسامة كده. امشي بالخطوات بالظبط، هتاكلي كيكة تحفة. ضربناهم خلاص كده تمام. معانا المواد الجافة يعني جاهزة، والمواد السائلة كمان جاهزة. ضربناهم كويس. هننزل بقى بالخليط اللي هو السائل اللي في الخلاط على المواد الجافة اللي في البولة. هنقلب في اتجاه واحد وبالراحة. ما تنسيش لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو تصلي على النبي وتحطي لي لايك وان شاء الله يعني اللي جاي تتابعيني فيه ونول اعجابك يعني. في الوقت ده بقى احنا نقدر نشغل الفرن درجة حرارة 180. هندخل الصينية في الرف اللي في النص كده. لو حابة تعملي كيك فانيليا ده كده كيك تحفة. بس احنا حابين نعمله ماربل، فالنهاردة هنجيب بولة نحط فيها 3 معالق كاكاو خام. انا هنا بوريكم القوام بتاع الكيك. هنحط دلوقتي 3 معالق كاكاو خام زي ما انتم شايفين، وهننزل كمان بمعلقة زيت اهي، وكمان 3 معالق كبار لبن. هندوبه بقى، هيبقى معانا كده زي معجون الشوكليت. هننزل بقى هنقلبه، وهننزل بتلات ارباع الخليط اللي هو الفانيليا ده في الصينية بعد ما نكون دهنينها كويس جدا بالزبدة ومبدرينها بالدقيق. انا بقولكوا هو كل الخطوات اهو. وهنا انا ممكن ما كنتش اقولك ان انا اصلا نسيت ان انا اسيب شويه خليط من الكيك علشان خاطر اعمل بيه الماربل. فانا هنا بفكرك، لان زي ما انا نسيت ممكن اي حد في مكاني برضو ينسى. فالحمد لله ده دركت الموضوع بسرعه ولحقت نفسي.
سيبنا يعني خدنا من الخليط كده يعني حطينا 3/4 في الصينية، والباقي حطيناه سيبناه زي ما هو في البولة، ونزلنا بالمعجون اللي احنا عملناه اللي هو بالكاكاو الخام تقليبة. وهنعمل بقى اشكال عشوائية جدا على وش الصينية. تفنني بقى، حابة ترسمي، حابة تعملي اي حاجة، ف الصينية بتاعتك والكيكة بتاعتك وتفنني فيها. انا عملت كده خطوط عشوائية خالص على وش الصينية. تمام. هو بأي عود خشبي او اي يعني طرف سكينة رفيع، هتدي كده يعني زي رايح جاي كده بالسكينة او بالخلة آه، في الكيكة من فوق، عشان يطلع السطح متناسق، يعني ما يبقاش فيه حتة عالية وحتة واطية في الصينية، زي ما انتم شايفين كده، ده اللي اقصده. بس خلاص هنخبطها كده خبطتين على الرخامة. يلا على الفرن، ما نفتحش عليها قبل نص ساعة. هنقلبها بقى، وهوريكم دلوقتي تقطيع الكيك لو انتي حابة تعملي التقطيعة بتاعت الانجليش كيك، القالب بتاع الانجليش كيك، ومش عندك القالب ده. هنا شلنا الربع اللي هو الاولاني في الدايره، والربع اللي هناك في الدايره، اصبح عندنا حته في النص، هنقسمها نصين زي ما انت شايفه كده في الفيديو. تمام. انا هنا شلتلك الطرفين اللي هنا وهنا علشان خاطر بس التقطيع يبان لك، انما طبعا احنا هنقطعه وتمام جدا معانا. هنا بوريكي كمان ان هو طري جدا وهش. التقطيعه دي حلوه جدا جدا جدا، ويعني لو عندك ضيوف وقطعتيها بالشكل ده فبتبقى لذيذه وبتفتح النفس جنب كوبايه شاي ولا شاي بلبن كده. يا عيني يا عيني. زي ما انت شايفة كده، انا هنا برضو بوريكي اصبح عندك تقطيعة الانجليش كيك اللي هي الشرايح بتاعة الكيك اللي هي بتاعة القالب. بس كده. هترصيها بقى في علبة محكمة الغلق بعد كده عشان تحتفظ بطراوتها لحد اخر حتة فيها. ولو حابة هنا بوريكي ممكن نشد عليها ستريتش راب ونشيلها في الفريزر، في اي وقت حابة تاكلي الكيك تطلعيه يفك شوية، وبألف هنا على قلوبكم، تجربوه ان شاء الله وتقولي رأيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.